اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين وفي رمضان متجمعين وحاجة العيد يا رب تكونوا عاملين. تعالوا بقى كده النهاردة خش كده معانا وشوف الفيديو النهاردة كده جميل. ولو انت مكسلة ولسه ما عملتيش كحك العيد وبسكوت العيد، يلا قومي شجعي كده وقومي اعمليه معانا. كده النهاردة هنعمل بسكوت النشادر. بسكوت النشادر ده من احسن البسكوتات اللي ممكن تعمليها واسهلها. يعني مش مكلف وبسيط جدا، وفي عمايله يعني ما بياخدش حاجة في العمايل، مجرد انك تعجنيه وتقومي بقى كده تولعي فرنك كده يسخن وترصي في الصواج بتاعتك، تلقي البسكوت كده ما شاء الله عليه اتعمل وخلص معاك. يلا قومي كده اذكري الله وسمي الله وصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقومي كده تشجعي وشوفي هتعملي ايه. ممكن بقى تكون معانا بيض ومعانا سكر، والسكر اللي معانا يعني هقولك على خطوات كده اساسية لازم تمشي عليها. السكر اللي عندك لازم يكون سكر مطحون، ومطحون جدا يعني مطحون ناعم قوي، ويكون ناعم جدا. يعني مش تعمليه بقى لو انت بتستسهلي مثلا وتقولي اما اعمل سكر في البيت، لازم تنعميه قوي. دي يعني خطوة أساسية كده هقولك عليها بعدين. دلوقتي الخطوة ديت لازم تنعمي السكر ليه. اول حاجه كده طبعا انا كنت عامله الطريقه معاكم قبل كده. النهارده بقى كنت يعني حبيت اصور معاكم وكده، فكنت كميه البسكوت اللي معايا دي، تعالي بقى اما اقولك كده على مقاديرها. كان معايا كيلو ونص سمنه، ومعايا كيلو ونص سكر بودره، ومعايا 15 بيضه. ديت المقادير اللي معانا. ومعايا طبعا هنا كنت بعمل السكر البيض بقى بحطه في الشفشق، ولازم احط معاه ذرة ملح كده صغيرة. حطيت مع البيض دون 5 بكاوي فانيليا. يعني دي كان عندي فانيليا برتقان. الفانيليا البرتقان دي بصراحة كان طعمها يعني مخليه ريحة البسكوت معايا جميلة، مش مدياله اي روايح تانية خالص، وكانت حلوة معايا. هنا بقى بعد ما ممكن السمنة. معلش يا جماعة في الخطوة دي بقى كنا موقفين، كنا بنتضارب. السمنة بقى اللي عندك ديت ممكن تعمليها في الخلاط، لو الخلاط بتاعك سريع وكده ويقدر يفرمها لك. وممكن تعمليها في الكبة اللي يعني في كبات بتفرم السمنة وفي كبات لا. الكبة الكبيرة ديت زي اللي انا كنت عاملة فيها البسكوت السنة اللي فاتت، كانت جميلة جدا وبتعمله معايا. لازم السمنة دي تقعدي تربي فيها لحد ما تفتحي لونها يفتحي معاكي. دي خطوة اساسية معاكي، لازم السمنة لونها يفتحي معاكي، دي اول حاجة. ممكن بقى تشيلي معلقتين سمنة من اللي انت حطيتيهم وتحطي معاهم نص كوباية زيت او كوباية زيت. يعني تشيلي 3 معالق سمنة كده حلوين هرميين كده حلوين، وتحطي مكانهم كوباية زيت. الزيت ده يعني عشان يخلي البسكوت معاكي هي يعني يطلع ناشف سيكة معاكي كده. طبعا بقى بعد ما خلصنا عجين البسكوت دوت، وحطيت طبعا مع الدقيق معايا، يعني عملت كيلو ونص سمنة وكيلو ونص سكر. وعملت البيض في الخلاط، وانا بعمل البيض بقى حطيت عليه 5 اكياس فانيليا برتقال، وحطيت عليهم كوبايتين 2 كاكولا اللي هي الفانتا دي. ممكن تستغنى عن الكاكولا وتجيبي كيس فروتي وتدوبيه في كوباية مية كده حلوة وتضيفيه. بس انا بصراحة ما بحبش استعمل فروتي، بحب استعمل الكاكولا اللي هي الفانتا الاصلية. بجيبها كده بتبقى حلوة. فكانت طبعا بطعم البرتقال، وكنت حاطة فانيليا، فبصراحة ريحة البسكوت كانت طالعة معايا ما شاء الله. بتضيفي بقى المكونات ديت بعد ما تخلي السمنه اللي معاكي كده تفتحي معاكي قوي، وتروحي نازله بقى بالمواد السائله اللي انت عملتها مع بعضها دي في الخلاط. وتضيفي الدقيق على حسب ما بيتشرب معاكي. ما بتقعديش بقى تعجني، بتقعدي يعني عجن بسيط كده جدا. كل ما هتعجني في البسكوت كل ما العجينة هتلبس معاكي وتبقى عاملة زي اكنك بتعملي قرص او بتعملي عيش. اهم حاجة اوعي تعجني جامد يعني.
ما شاء الله بقى هنا كنت طلعت بسكوت، وهنا بقى كنت ركبت المكنة بتاعتي، ومعانا طبعا سبوحة كالعادة عمالة تنكف فينا وعايزة هي اللي تعمل. يا بنتي اسكتي، ما فيش اسكتي. كنا بنعمله بقى، كان خلاص داخل علينا وقت فطار، وكنت عايزة اخلص السواج اللي انا عبيتها ديت تسوية الاول في الفرن علشان نجهز الفطار بتاعنا. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وبعد الايام على خير، وربنا يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، ويرد كل غايب لبيته وأهله بالسلامة يا رب. هنا بقى عايزة أقولك البسكوت يعني بفضيه كده، بجيب بقى طبق معايا حلو كده واحط عليه بقى فوطة نضيفة او حاجة يعني من بتاعة العجين اللي انت عيناه مخصصة للعجين. بسيبه الاول يبرد كده شوية، وبعدين بقى عارفة انت علب بقى الكحك والبسكوت تلبسيها كيسة، اهم حاجة تلبسي العلبة كيسة. هتقولي لي طب ما هي اصلا في علبة والعلبة هغطيها. لا، هقولك انا بقى احط في العلبة ديت كيسة كبيرة على قدها، او جردل زي اللي معايا تجيبي جردل طبعا يكون نضيف ومغسول وكويس، وتلبسيه الكيسة بتاعتك وتبدأي تعبي البسكوت معاك. تلبسي العلبة كيسة ليه بقى؟ علشان ما يهواش وياك، طول ما انت محافظة عليه وحاطاه في كيسة ومقفلة عليه، البسكوت ده عمره ما هيهوى معاكي، وهيفضل كده مقرمش ان شاء الله. يقعد عندك شهرين 3 هيفضل معاكي كويس. الصاج دوت يعني احمر كده شويه مني معلش، بس طبعا عايزه اقولك البسكوته اللي لونها احمر شويه ديت طعمها زي السكر. هقولك بقى السكر لازم يكون مطحون وناعم جدا، ليه؟ عشان الخطوه اللي انت شايفاني بعملها دي دلوقتي. شايفه البسكوته بتطلع معايا سهله ازاي، ما بتلزقش. لو السكر محبب وياكي فانت هترصيه طبعا في الصاج، فالسكر لو السكر محبب ده هيسيح، فاكيد يعني اما يسيح معاكي هيلزق في الصاج. فانت لما يكون سكرك ناعم هتبقي تاخدي طريقه احسن وافضل يعني. كنت بقى هنا قاعده قدام الفرن بقى كده كنت بسوي. واللي عايزه اقولك بقى ان البسكوت دوت كانوا مفكرونه بالشوكولاته، اقسم بالله كانوا مفكرونه بسكوت بالشوكولاته، بس الحمد لله يعني طعمه جميل جدا. انا بحب البسكوته اللي لونها بيكون احمر كده. يعني كنت بقى كده قربت اخلص. شايفه بصي لازم تحركوها كده وهي سخنه، لازم تحركي البسكوته الاول كده وهي سخنه. طالما حطيتي السكر بودرة وناعم جدا ما تقلقيش منه خالص، هيطلع معاكي كويس ان شاء الله. انا بعمله بالطريقة ديت بيطلع معايا احسن بسكوت. يعني كيلو ونص سكر وكيلو ونص سمنة بيعمل معايا كمية كبيرة جدا. ومش عايزة اقولك ما بياخدش وقت في التسوية ولا بياخد وقت في العمايل. وام كده فرحي البيت وفرحي اولادك وشجعيهم واعمليهم وفكرهم بالايام زمان، الايام الحلوة اللي طبعا اللي اتربينا عليها مع اهالينا وكنا بنعملها وجدتنا وكده. ويعني كانت دي الحاجة دي كانت بتفرح الدنيا، وخاصة يعني الأطفال قبل الكبار. بتفرح العيال قبل الكبار، بتفرح الأطفال قبل الكبار. دوت بقى كان معايا الكحك الخشن دوت. بصراحة يعني من عشاق الكحك دوت، يعني ما اكلش بسكوت قد ما هاكل الكحك ده ان شاء الله. مستنيه بس الفطار يجي كده علشان نخلص ونقضي عليه. الكحك دوت برضو اقولك يعني حبيت اصورهولك كده، كنت عملته في يوم تاني خالص بس معلش يعني ما كنتش بصراحة يعني بعد ما عجنته كده وخلصته ما كانش في دماغي خالص ان انا انزله، بس انا قلت لازم اشارككم الفكرة معايا واشارككم الفيديو واوريهولكم. وان شاء الله نعمله تاني، انا عاملاه مرة قبل كده، نعمله تاني بكل التفاصيل والتكات وان شاء الله واصورهولكم من الاول. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، فيديو بسيط وكل سنة وانتم طيبين. واتمنى بقى قبل اي حاجة تعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.